السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. مع قرب انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، واللي بيشارك في النسخة ديت 24 منتخب مقسمين على 6 مجموعات هيواجهوا بعض خلال 3 جولات. الجولة الأولى هتكون بدايتها إن شاء الله يوم 21/12، بينما الجولة الثانية بدايتها يوم 26/12، والجولة الثالثة والأخيرة إن شاء الله هتكون بدايتها يوم 29/12، على أن يكون بداية الأدوار الإقصائية من دور 16 يوم 3/1/2026 إن شاء الله، وصولا إلى المباراة النهائية يوم 18 يناير 2026 إن شاء الله. واللي زي ما عارفين فهيتأهل أول وتاني كل مجموعة، بجانب أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، عشان يكون معانا 16 منتخب في دور 16. واللي هنتوقع النهارده ان شاء الله ال 16 منتخب المتأهلين لدور 16، واللي بالتأكيد هستنى في التعليقات توقعاتكم للمتأهلين ال 16. فخلونا نبدأ توقعات ونشوف يا ترى هنجيب ان شاء الله كام صح من ال 16. فخلونا نبدأ بسم الله وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. المجموعة الأولى اللي بتضم المغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر، أتوقع والله أعلم تأهل المنتخب المغربي متصدر لمجموعته، ومالي في المركز الثاني. بينما من المجموعة الثانية اللي بتضم مصر وجنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، فأتوقع والله أعلم تأهل مصر في المركز الأول وجنوب أفريقيا في المركز الثاني. بينما من المجموعة الثالثة اللي بتضم نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا، فأتوقع تأهل المنتخب التونسي متصدر المجموعة ونيجيريا في المركز الثاني. بينما المجموعة الرابعة اللي بتضم السنغال والكونغو وبنين وبوتسوانا، فأتوقع والله أعلم تأهل السنغال متصدرة للمجموعة والكونغو في المركز الثاني. بينما المجموعة الخامسة اللي بتضم الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان، بالتأكيد نتمنى تأهل المنتخبين العربيين المتواجدين في المجموعة ديت، ولكن أتوقع والله أعلم تأهل الجزائر متصدرة وبوركينا فاسو في المركز الثاني. بينما المجموعة الستة والأخيرة اللي بتضم كوت ديفوار والكاميرون والجابون وموزمبيق، فأتوقع والله أعلم تأهل كوت ديفوار متصدرة والكاميرون في المركز الثاني. وبكده نكون انتهينا من أول وتاني كل مجموعة، ويتبقى توقع أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث هيتأهلوا رفقة أول وتاني كل مجموعة. بالتأكيد أتمنى في هذه المرحلة تأهل المنتخبات العربية المتبقية، سواء جزر القمر من المجموعة الأولى أو السودان من المجموعة الخامسة، ولكن خلونا نتوقع ونقول والله أعلم تأهل الجابون من المجموعة الستة، وأنجولا من المجموعة الثانية، وأوغندا من المجموعة الثالثة، وزامبيا من المجموعة الأولى. وبكده نكون توقعنا ال 16 منتخب، والله أعلم بالتأكيد المتأهلين لدور ال 16. بالتأكيد ممكن نشوف مفاجآت في كل مجموعة ومفاجآت في ال 16 منتخب المتأهلين لدور ال 16. على أي حال هستنى في التعليقات توقعاتكم لل 16 منتخب المتأهلين، ونبقى نرجع لها إن شاء الله بعد حسم دور المجموعات ونشوف يا ترى مين اللي توقع صح. مستني رأيكم وتوقعاتكم في التعليقات، وشكرا للمتابعة وسلام.